فقدان الشغل هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وينخرط في البحث بشكل جدي عن عمل جديد، وريثما يجده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل ل6 أشهر. يمكن كذلك أن يخضع خلال هذه الفترة التي فقد فيها عمله لبرنامج إعادة التأهيل إذا ما استدعى الأمر ذلك. ومن أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل ومن أجل الاستفادة من هذا التعويض يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته سنة كالطرد مثلا أو إغلاق الشركة التي كان يشتغل بها أو تصفية المعمل أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الثلاث سنوات السابقة لفقدان العمل، أو من خلال 260 يوم عمل خلال السنة الأخيرة من فقدان الشغل، بمعنى أنه يجب أن يكون قد اشتغل يعني 260 يوم في الفترة الأخيرة قبل فقدانه للشغل. يتعلق بمبلغ التعويض، المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70% من الأجر المرجعي وهو متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهر الأخيرة دون أن تتجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به في القطاع الخاص المحدد في 3000 درهم. أما مدة صرف التعويض فيشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها 6 أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انقطاع العمل. في حالة استئناف عمل المأجور يتم إيقاف صرف التعويض. فيما يتعلق بأجل إيداع الطلبات يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب التعويض بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل يتعدى 60 يوما من تاريخ فقدان الشغل، وتعتبر فترة التعويض بمثابة مدة تأمين تعطي الحق رغم أنه في فترة انقطاع عن العمل، إلى أن هذه الفترة تحتسب في التعويض عن المرض ويكفل له كذلك التعويضات العائلية واحتساب الحق في راتب التقاعد. في هذا السنة يجب التوقيف، يجب إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظرف 8 أيام من تاريخ إيجاد عمل جديد.